اذكر الله وصلى على النبي. عربية الله اكبر كورسة 2005 اهي، جايه لنا من اسكندريه عن طريق السمعه تعمل التكييف بشويه حاجات كده. التكييف طبعا بيتقرب من هنا اهو، لو شايفين الرذاذ اهو تمام، سامعين صوته اهو تمام. اقفل الموتور ده يا ابني. لا ده كده بالنسبه للتكييف، بينفس من الشجره بتاع التكييف تمام. بصوا بقى الضفيره، بصوا بقى الضفيره، الاسلاك كلها محروقه اهي بتاعت التكييف ومحمصه اهي. ده كده بالنسبه لفرد التكييف تمام. بالنسبه للمروحه اللي قدام قطعت من العميل وراح لواحد محترم، قام عامل له وصله، كانت قبل كده من هنا اهي، قام عامل له وصله ايه بس كده يا بابا، بس كده يا بابا. قام عامل وصله من المروحه الخارجيه اهي، اسلاك اهو اهي، من المروحه الخارجيه للداخليه ولغى دول. طيب تمام. كلاكس هنا عاملين له كتاوت خارجي اهو، كلاكس هنا عاملين له كتاوت خارجي تمام. اسلاكه اهي. بصوا بقى المفاجآت، ده كهرباء عمومي اهو، مقطوع وملغي تمام. بصوا هنا بقى الاسلاك شايطه منين اهي، اسلاك كلها شايطه اهي من جوه اهي، من قلب علبه الفيوزات الاماميه اهي، اسلاك كلها محروقه هنا اهي اهي كده على العلبه الثانيه اللي فيها البي سي ام تمام اهو اهو. كل ده كده شايط وملزق في بعضه ومحروق في بعضه اهو، لو حضراتكم شايفينه اهو. كورسا سي ده كده الكهرباء والضفيره اللي رايحه على الفيشه العموميه بتاعه البي سي ام تمام. ودي كده علبه الفوزات اللي تحت التريبيتو بتاعه البي سي ام، كل ده كده شايط فيها اهو. نيجي بقى الناحيه دي اهو اهو، ضفيره الحراره، وده كده ترمبه البنزين وضغط البنزين، القرايات بتاعه البنزين اهي. قولوا لنا بقى ايه رايكم، والشغل ده ينفع يرجع تاني فابريكا ولا لا اهو. اسلاك كلها سايحه اهي، كل ده ينفع يرجع تاني فابريكا ولا لا. وبالمناسبه برضو عربيه فيها شغل ميكانيكا، ماستر فرامل وضفيره الحوض، مش كده برضو وضفيره الحوض تمام. بصوا بقى كده شكل الضفاير، بص الضفيره عامله ازاي، ده بالمنظر ده. وهنبيله السرعه، قرب ايدك كده يا بابا، هنبيله السرعه اهو اهو اهو. البيبه هنا مفيش فيشه ليها والاسلاك ملغيه اهي. بالنسبه بقى لفرد الموتور زي ما انتم شايفين كده، ده ملغي مش عارف رايح فين طبعا، لسه لما نفكك بقى الجنب ده كده، عشان احنا هنفككها جنب جنب. العربيه دي جايه لنا من اسكندريه عن طريق السمعه بفضل الله، مستشفى العباسيه تمام. جايه لنا من اسكندريه عن طريق السمعه، والراجل عايز يسافر بيها تاني، فدعوا لنا بالتسهيل والتوفيق بامر الله. كده ركبنا ماستر الفرامل اهو، عربيه كورسا 2004 جايه فيها مشكله في التكييف وفي الضفاير الكهرباء اهي، اسلاك كلها سايحه في بعضيها اهي. سريعا كده اهو، وحساس امبير السرعه اهو، ده الحساس بتاع امبير السرعه جاي برضو مش شغال، وفي عك هنا اهو، والتكييف مش شغال كشفنا عليه. هنا الشجره دي بتنفس، والماسوره بتاعت الشجره الثانيه دي بتنفس من تحت الفانوس من هنا تمام. بالنسبه للضفاير بتاع التكييف كلها محمصه ومحروقه اهي. بالنسبه للمروحه اللي قدام ملغيه ومعموله دريك مع الثانيه اهي، والاسلاك الملغيه بتاعتها اهي
بالنسبه للكلاكس خارجي طبة الزيت محطوط لها بوجيه، ودي علبه الفوزات الاماميه، ودي الداخل الخلفيه اللي هي اللي عند التوربيتو بتاعت البي سي ام. شويه عك كده. اذكر الله وصلى على النبي. اذكر الله وصلى على النبي. بص دي الفيشه بتاعت السويتش بتاع التكييف، ودي بتاعت الكمبروسور. كل ده كده اسلاك سايحه ومحروقه اهي. تمام. دي كده تفرت التكييف، دي كده تفرت الكمبيوتر بتاع الموتور. اسلاك طبعا بلدي اهي، والشريط لحام بلدي اهو. المفروض يبقى الشريط لحام حراري زي كده عشان طبعا سخونيه المكنه اهي. دي كده كمبيوتر موتور، ودي كده حراره وتكييف. دي علبه فيوزات التكييف، هنا علب فيوزات الموتور والعربيه كلها اهو. كل ده لسه سايح طبعا، ما عملناهوش، شغالين فيه. بالنسبه للتكييف ماسوره مخرومه اهي، احتكاك مخرومه اهي. نبهت قبل كده في الفيديوهات يا جدعان رجعوا المواسير مكانها في كليبساتها اهي بسبب حاجه زي كده. عربيه اسكندريه جايه عن طريق السمعه بفضل الله. حتى الكتاوتات دي ده الوحيد اللي راكب صح بتاع طرمبه البنزين. ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط. حد شال الكتاوتات ورجعها ايه مش في مكانها اهو. بص كده فرت الكمبيوتر، اسلاك كلها معديه منين. كل ده هيرجع فابريكا تاني. بص الاسلاك عامله ازاي اهو. كل ده هيرجع فابريكا تاني. مستشفى العباسيه الاوبل، اسلاك كلها سايحه برده من هنا اهي. اوبل كورسا، اسلاك بتاع الضفيره بتاعت البي سي ام اهو. شويه كده ملغيين، ده طرف ملغي اهو بتاع كهرباء دريك اهو. كل ده محروم من هنا اهو. اذكر الله وصلى على النبي. المشكله بقى يا حبيبي ان السلك اللي بيسيح ما بيسيحش لوحده. بص بياخد كذا حاجه تاني معاه، يعني بص بياخد كذا حاجه تاني في سكته، ما بيسيحش لوحده. بص كده ركز هنا كده، ركز هنا كده اهو. بص بص بياخد حاجه كذا حاجه مش حاجه واحده. بص عشان نطلع ده بياخد كذا حاجه. بص شايف كده اهو كذا حاجه. بص كده اهو كلهم في بعضيهم اهو. بص طبعا كهرباء ثابته مع كهرباء كونتاكت مع لمبه اشاره مع كلاكس. بص بص يعني بنفليها زي ما بيقولوا. طبعا لازم مراجعه تامه، مراجعه تامه على سلكه عشان البي سي ام ما يجرالوش مشكله، وعشان التكييف يشتغل والمروحه تشتغل مظبوط، سرعه اولى وسرعه ثانيه، كل حاجه تشتغل 100 100 تاني. اذكر الله وصلى على النبي. بص كده بقى، همسك كده اهو، همسك كده وش، همسك كده اهو. بص كده السلك لحن في كام واحده بقى يا معلم. بص بص احنا بنجيبه بنفليه ازاي. بص من هنا كده، بص شايفه. بص تمام. بص كده يعني انت دول كده تشوفهم ان هم 3 في بعض ولا حاجه، ما تعرفش ده كده، ما تعرفش ده من ده اهو. دول كده 2 خطين مع بعض. بص خطين، بص عاملين ايه. لازم تتفلت تفليه غير عاديه. اذكر الله وصلى على النبي. كله اتعمل اهو، رجع تاني فابريكا اهو تمام، واتجنط اهو. مش كده بابا اهو، وتراجع سلكه سلكه اهو. الاسلاك اتغيرت اهي، ولسه بنكمل في الجزء الثاني. اذكر الله وصلى على النبي. حتى الفبره اللي بتغطي ظهر العلبه بتاعت الفيوزات رجعت تاني اهي. كل كليبساتها باتت تاني اهي. كل حاجه على الفابريكا بترجع تاني بفضل الله. كده بعد ما خلصنا الجزء بتاع علبه الفيوزات اهو، الداخليه اللي تحت التريبيتو اوبل كورسا سي. طبعا الفلاش كلها اتنضفت اهي، الدبله دي فورت قبل ما تركب
البي سي ام اهو اهو، الكود بتاعه كمان. اجري يا دي انت. تمام. الجزء ده كده اتنضف، هيتقفل بعد ما يتجرب. لسه بقى الجزء ده والجزء ده والجزء ده، ادي جزء بتاع البي سي ام، فيوزات كتوتات وفيش، ودي فيوزات العموميه بتاعت العربيه، وده النور الصغير والواطي والعالي، وده التكييف، وده كان معمول خارجي للتكييف ولاغين ده اللي هنا بتاع الفابريكا عشان اسلاكه سايحه. ودول شويه الكتوتات كانوا متلخبطين، كل واحد مش في مكانه. طبعا الخواجه هنا بيعمل اللون اصفر يعني رقم الفيوز 20، اخضر يعني رقم الفيوز 30، انت حاططهم لي كلهم رقم 1 30. من حقه السلك يسيح لو حصل لا قدر الله اي ماس فيوز 30 ومكانه 10. الاحمر ده بيبقى 10، انت حاطه 30، لا قدر الله السلك لو عمل ماس الفيوز مش هيضرب، ان الامبير بتاعه عالي. واصله لك؟ خواجه مش عامل الالوان دي كده هباء، يعني كتاوت عامل مربع كتاوت لون اصفر عشان الكتاوت لون اصفر، ما اروحش اجيب مثلا بنفسجي واحطه. ما التقسيمه بتاعت الكتاوت من هنا لو جبنا ده جنب ده كده هتختلف اهو. هتلاقي ال 30 هنا اهو، وهنا ال 30 هنا، ونفس رسمه الكتاوت. بس كده بعد ما خلصنا الجزء ده، خلصنا الجزء ده والجزء ده. العلبه دي الصغيره اهي بتاعت النور الصغير، علبه الفيوزات العموميه اهو بتاع التكييف اهي. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. كل حاجه رجعت كما كانت. اذكر الله صلى على النبي. دي كده ضفيره الموتور بتاعت الكورسا اهي، كورسا سي 2003 2004 2005 2006 لحد 2007. مش كده شكل الفيش والاسلاك عامله ازاي، والشيت لحام بقى متراكم على شيت لحام، يعني اسود على اخضر على الوان اصفر كده يعني. كده ضفيره الموتور اهي بتاعت الكورسا السي 2004 2005 2006 و2007 واحد، اترممت كلها اهي. فيش الرشاشات كلها اتغيرت اهي، حساسات ورشاشات وكله. اذكر الله وصلي على النبي. كده خلصنا بفضل الله العلبه وشغلنا كل حاجه على الفابريكا تاني اهي، والبي سي ام كده كله تمام، وعلبه الفيوزات خلاص اهو، وضفيره الكمبيوتر خلاص اهي، وضفيره الموتور كمان اهي، وضفيره الحراره رجعت تاني اهي. كل حاجه كما كانت اهي، والمراوح اشتغلت وكل حاجه كما كانت اهي. شجره التكييف جبنا شجره جديده، والخرطوم ده والشجره دي كان فيها لحامين كده المونيا عملناهم كليبسات اهي. السربنتينه طلعت بايظه، هنجيب لها واحده بقى ان شاء الله. اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل على النبي. عربيات كورسا اهي كانت جايه لنا عن طريق الصنعه بفضل الله من اسكندريه اهي. ضفاير الحمد لله كل حاجه رجعت كما كانت اهو، وعلبه الفيوزات رجعت كما كانت، مفيش قفلات، مفيش سلك معمول، مفيش كوبري، كتوتات الخارجيه كلها اتشالت اهو. كل حاجه رجعت فابريكا. شريط لحام قماش تاني، شريط لحام قماش تاني وكليبساتها تاني اهو. والمراوح شغاله سرعه اولى، رجاله المراوح دي شغاله مع اللي جوه على طول. شجره التكييف ركبت اهي، الموتور مظبوط بالصلاه على النبي اهو. وادي العميل لو في اي شكوى يقول. شرفنا بالباشمهندس محمد جاي له من اسكندريه والله عن طريق النت، الناس كلها بتشكر فيه الصراحه. عملنا كل حاجه في العربيه، رجعنا الصراحه فابريكا، شغل لنا كل حاجه زي ما كانت. ومعانا استاذ محمود حجازي برضه جينا على سمعته يعني، بسم الله ما شاء الله يعني، جينا على سمعته والله في اسكندريه. انت الاحسن يا باشا، وربنا يبارك له الصراحه، يعني رجع لنا العربيه احسن من الاول. ربنا يبارك له ويديم صنعته يا رب. واتشرفنا بيك يا باشمهندس محمد والله. والصراحه كفايه كرم الضيافه اللي هو عامله معانا. ما كناش نايم معاك الوقت يا عم احمد والله. كل والله محمد، ونشكركم كلكم صراحه. سلام الاهل اسكندريه كلهم والله. الله يخليك يا غالي، والف شكر يا باشمهندس. يا رب اكون عند وقت مطلق ان شاء الله. اي حد عنده مشكله في عربيه موبيل يكلمني يتواصل معايا، انا تحت امره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.